عمرك سألت نفسك ليه كل ما أذاكر بلاقي نفسي بنسى؟ ليه غيري بيجيب درجات وأنا بحاول ومش عارف أوصل؟ طيب لو قلتلك إن المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة. الفيديو ده مش مجرد شوية نصايح وكلام، ده خريطة كاملة، خريطة طريق من الفشل للتفوق. بس السؤال الحقيقي، هل أنت جاهز تغير حياتك؟ لو كنت جاهز يلا بينا نبدأ. أنا نوران مذكور وده بودكاست طاقة. متنساش قبل ما نبدأ تشترك في القناة وتعمل لايك. لو أنت دلوقتي قاعد وسط كتبك أو ماسك موبايلك بتقلب فيه وبتقول أنا تعبت، أنا مش عارف أوصل، يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن الدراسة وعن التفوق، عن إزاي تنجح في طريقك مش بس في التعليم لكن كمان في حياتك كلها. قبل ما نبدأ خد نفس عميق وافتكر إن مفيش حاجة اسمها فاشل، في بس حد لسه موصلش ومش عارف يوصل إزاي. في ناس بتقعد بالساعات قدام الكتب وفي الآخر يقولك أنا مش فاكر أي حاجة. طيب ليه؟ لأن الدراسة مش بعدد ساعات، الدراسة هي جودة الساعات اللي انت ذاكرت فيها. يعني ايه؟ يعني ساعة تركيز بضمير أحسن من 5 ساعات سرحان وتشتت. فكرتها كأنك بتتمرن في جيم، لو بتتمرن غلط مش هتبني عضلات، هتبقى بتضيع وقت وخلاص. الدراسة محتاجة وعي، اقرأ بتركيز، افهم، سجل بصوتك وارسم، اربط المعلومة بحكاية، وكل مرة هتفتكر الحكاية دي كل ما تيجي تجاوب اسأل نفسك أنا فعلا فاهم ولا بحفظ وخلاص حشو دماغي يعني. طيب سؤال، مين قال إن الأذكى هو اللي بينجح؟ في ناس كانت عباقرة في الدراسة ووقعت في أول تحدي، والعكس كمان، في ناس عادية جدا لكن بسبب الإرادة والمذاكرة الصح قلبوا الدنيا. التفوق بيساوي إرادة زائد نظام زائد استمرارية. تناش إنك تتحفز عشان تذاكر، ذاكر وبعدها الحماس هيجي لوحده. ساعات النجاح بيبدأ وانت زهقان وإيدك تقيلة بس قلبك بيقول كمل، وده اللي هيحصل دلوقتي. لو دماغك مش مرتاحة مش هتعرف تذاكر كويس. النوم، لازم تنام كويس. الأكل، لازم تاكل كويس خصوصا وقت الامتحانات. طيب الموبايل، قلل منه على قد ما تقدر، خليه مكافأة مش عادية. يعني أنا ذاكرت وذاكرت بجودة عالية زي ما احنا اتفقنا، فخلاص هخصص لنفسي نص أو ساعة كاملة في اليوم إن أنا أعمل أي حاجة أفصل بيها عن الدراسة جوه الموبايل. الضغوط، طلع اللي جواك، اكتب واتكلم، ما تكتمش أبدا. حتى لو ملكش صديق ممكن تكتب أو تكتب يومياتك. الذهن الصافي بيجي لما تبقى راضي عن نفسك، ماشي بخطوات بسيطة وواضحة. اعمل روتين بسيط قبل المذاكرة، صلي ركعتين، خد نفس، اقرأ ورد بسيط، واشرب كوباية مية. جرب وشوف الفرق وهتدعيلي. في طرق كتير قوي للمذاكرة بس مش كلها تنفعك، لازم تجرب وتشوف ايه اللي هيمشي معاك ويمشي مع مزاجك. طريقة البرومودورو، تذاكر 25 دقيقة وتريح 5 دقايق. وفي طريقة الفلاش كاردز، تكتب السؤال في كارت والإجابة في ظهره. وفي كمان طريقة تلخيص الدروس بصوتك وسمعها وانت في الطريق أو قبل ما تنام كأنها بودكاست. أو إنك تذاكر مع صحاب بس صحاب جديين، مش صحاب بيلعبوا طول القعدة وفي نص القعدة كده بيقولك يلا نذاكر سؤالين. أبدا، ابعد عنهم. وما تنساش كل يوم تراجع القديم قبل أصلا ما تبدأ في الجديد. التكرار بيساوي ترسيخ. الإحباط مش عيب، كلنا بنعدي عليه وكلنا مرينا بيه، بس الفرق مين بيقوم ومين بيستسلم. لو جبت درجة وحشة اسأل نفسك اتعلمت ايه؟ لو الناس قللت منك خليك عنيد واثبت ليهم العكس. لو حاسس انك مش قد اللي حواليك افتكر السباق ده مش بينك وبينهم، ده سباق بينك وبين نسخة قديمة منك. كمل حتى لو بخطوة صغيرة كل يوم، في الآخر هتوصل. الوقت قبل الامتحانات ده زي الذهب، اعمل خطة بسيطة كل يوم جزء وكل أسبوع مراجعة. نظم نومك، خف سكر وكافيين، وحافظ على طاقتك على قد ما تقدر. ما تخليش القلق يسبقك لأنه ساعات بيخليك تنسى اللي ذاكرته أصلا، والتوتر بيخليك داخل الامتحان مش فاكر أي حاجة من اللي انت ذاكرتها، رغم ان انت بعد الامتحان بتفتكر عادي جدا. يوم الامتحان اقرأ الدعاء كويس، خد نفس وما تفكرش في النتيجة، انت عملت اللي عليك والباقي على ربنا. في النهاية حابة أقولك انت مش أقل من حد، انت مش متأخر مهما كان عمرك، انت بس لسه في أول الطريق. وطريق النجاح مش دايما مفروض بس اللي بيمشي فيه
بيوصل حتما ولا بد. وصدقني النجاح ما بيجيش من ضربة حظ، النجاح بيجي من انك كل يوم تختار انك تكمل حتى لو تعبت. لو وصلت للنهاية هنا يبقى انت ناوي تنجح بجد. شد حيلك واحلم اكتر وابدأ دلوقتي. وما تنساش انا نوران مدكور، وده بودكاست طاقة. لايك واشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وبالتوفيق يا رب للجميع.